مساء الفل، عاملين ايه؟ حلقة جديدة في برنامج خط الستة. طبعا احنا اتكلمنا امبارح في حلقة امبارح على الثغرات ونقاط القوة والضعف في فريق شباب بلوزداد. واتكلمنا وقلنا ان هم عندهم مشاكل في الخروج ورا الكورة، مش الخروج بالكورة دي كده كده مشكلة. الخروج ورا الكورة، محاصرة الكورة، محاصرة الهجمة اللي بيعملها الفريق المنافس عليهم. دايما بيسيبوا مساحات كبيرة وراهم لان هم بيلعبوا اتنين نص ملعب بس، والاتنين عنده واحد بس اللي عنده قدرة دفاعية كويسة وواحد قدراته الهجومية اعلى بكتير. فده بيعمل لهم ازمات كبيره خالص في الهجمات المرتده، في حتى في اللعب العادي، اللعب المباشر، مش هجمات المرتده. اللعب المنظم برضو بيعمل مشاكل لان هم مفيش فقه او ادراك للمساحات اللي بيسيبها نص الملعب. مفيش حد من خط الهجوم بيرجع يغطي معاهم. الكلام ده كله شرحناه امبارح. بس في حاجه احنا كنا ممكن نكون نسينا نقولها. احنا لما اتكلمت وقلت ان امام عاشور لو سليم، لو كويس، لو في الفورمه هياكل عيش قوي في الماتش ده. كمان في نقطه، هم عندهم مشكله برضو في الضربات الركنيه. بتلاقيهم دايما مغطين مساحه نص خط ال 18، مالينه بشكل كويس، بس سايبين الجزء اللي قدام خط ال 18 لحد نص الملعب ما فيهوش ولا لاعب. اي كره هترتد للاثنين اللي هيبقوا قدام ال 18 دول بنسبه كبيره هتبقى جول لو فيها دقه تصويب. لو خدنا بالنا لعيبه شباب بلوزداد كلها جوه ال 18، وعندك يعني اكتر من 3/4 الملعب مفيش ولا لاعب من شباب بلوزداد. لو خدنا بالنا هم كل لعيبه شباب بلوزداد باصه على الجون بتاعها، يعني كلهم باصين على الجون بتاعهم. الكره اتشاطت من اللاعب اللي عليه الدايره، رجعت الكره اتلعبت واتردت للاعب اللي عليه الدايره التاني، حطها في الجون. في خلل في لعب الكره العرضيه عليهم، الضربات الركنيه بالاخص، الجزء اللي قدام ال 18 باذن الله موفقين. نيجي بقى للنقطه الاهم وهي التشكيل. طبعا احنا الاهلي عنده اصابات كتيره، اصابات تفوق الخيال. انا معرفش ليه، يعني مره واحده كده ضربت ماسوره اصابات وضربت في الاهلي. عندنا التشكيل ممكن يبقى فيه اضافات كويسه، في لاعبين مسافره مع الفريق ممكن تكون لياقتهم البدنيه لسه، الاصابه لسه ما خفتش. بس احنا كمان عشان خاطر الاهلي هيطلع من الجزائر، هيطلع على غانا عشان مواجهه ميدياما، فلازم هتاخد اللعيبه دي كلها معاك. فاحنا هنبدا بالتشكيل. طبعا مصطفى شوبير مفيش جدال. علي معلول طبعا ناحيه الشمال، منعم جنبه، ياسر جنبه، هاني جنبه، دول خلاص خط الدفاع ما فيش اي مشكله. نيجي لنص الملعب اللي فيه غيابات كتير. مروان عطيه طبعا اساسي. عندنا كمان امام عاشور برضو اساسي، وانا بفضل اكرم جنب مروان. هيديك قوه، هيديك حيويه في نص الملعب، هيديك التحامات انت محتاجها مع فرق شمال افريقيا. في الخط الامامي انا بفضل رضا سليم يبقى ناحيه اليمين، وبفضل حسين الشحات يبقى ناحيه الشمال ومش العكس، لان حسين مميز في نقل الكوره، ودي من ضمن نقط الضعف اللي عند فريق شباب بلوزداد. حسين مميز في نقل الكوره من مكان، من مربع الزون اللي احنا بنلعب فيه للناحيه الثانيه، الناحيه العكسيه. فانا محتاج حسين في الناحيه الشمال. في الامام طبعا كهربا. تغييرات في الشوط الثاني، التغييرات دي هتبقى مترتبه انا بلعب ازاي. يعني انا لو ضغطت على فريق شباب بلوزداد انا هحتاج مودست. انا لو ضغطت على فريق شباب بلوزداد انا هحتاج انقل حسين الشحات ناحيه اليمين، واخرج رضا سليم، وانزل كريم فؤاد ناحيه الشمال، لعيب مباشر. كل التوفيق لنادينا، وباذن الله المكسب لينا. سلام.